لانهم عارفين ان ما لهمش رجاء، وان ما عندهمش سلام، ما عندهمش فرح، هم بيتحركوا بالظل وبالكراهيه. فكلمه المساواه الله يخليك، وانا نفسي نحاول كده يعني نغير النغمه دي شويه. نغير النغمه دي شويه. احنا مش بنطالب بالمساواه لان احنا عارفين احنا مكانتنا فين وهم مكانتهم فين. لكن احنا لازم نفضح شرهم. هم بيفضحوا شرهم وظلمهم وكراهيتهم وحقدهم كل يوم بنفسهم. بس لازم ناخد يعني خلاص الشر والارهاب دي شايفين حتى في امن الدوله. حاليا هم حراميها. يعني الامن كله في نفس الوقت شويه ارهاب. دول لازم يتحطوا بجد، لازم يعاقبوا لان دول مجرمين حرب. دول كلهم شويه اجرام. دول مكانهم السجون، مش مكانهم ان هم يتحطوا يعني يبقوا مسؤولين ولا يكونوا ناس حارسين ولا يكونوا ناس امنه. دول ارهابيين كلهم. انا نفسي كده بجد الوقت اللي جاي ده نطالب بالحق الصح بتاعنا. حق الصح بتاعنا ان الكتاب الفاسد، الكتاب المدمر، وانا نفسي كده لو يعني بجد نفسي كده كل مسلم يقول ده الكتاب اللي جاب لي العار يدوس عليه برجليه مش بس يحرقه. نفسي انت كمسلم تدوس عليه برجليه اللي خلاك انسان مليان بالغل وبالكراهيه وبالحقد. فانا يعني بتمنى من كل قلبي ان احنا الوقت اللي جاي ده يعني نغير اللغه بتاعتنا، نغير النغمه بتاعتنا، ونقول كده انه مفيش حاجه اسمها مساواه. لازم يتحط المجرمين دول في السجن. القران ده لازم يتجاب بان، لازم يتشال خالص من على وجه الارض. انا مش عارفه انا اقدر اخد تليفون دلوقتي. طيب كان تقريبا في مشكله في الخطوط. خليني اكمل معاكم انا، وممكن نسمعكم كمان كليبات. انا سامعه صوت التليفونات كتير بس تقريبا في مشكله في الخطوط.